الفيلم ديالنا كيبدا مع أولغا واللي هي واحد السيدة اللي كبيرة في العمر واللي مريضة حيت عندها السرطان في العظم. داكشي علاش ما كتقدرش تحرك بزاف وغير ناعسة حيت الذات ديالها كلها كتحرقها وما بقاش عندها الامل في العلاج، والدكاتره قالوا لهم بلي بقى ليها غير واحد الشهر وغتموت. وأولغا وصات واحد السيد باش يقلب ليها على واحد الصندوق اللي في اللعبه باش تشري عنده بالثمن اللي بغا. وملي لقاه جابوا ليها للدار وقال ليها بلي لقى هذا الصندوق ب66 تكشيفه، حيت هذا الصندوق كانت عنده علاقه مع بزاف ديال الجرائم هذه عام. وقال ليها بلي الصندوق كيعاودوا عليه بزاف ديال القصص ديال الاشباح، ولكن إدغار ولد أولغا ما خلاهمش يكملوا الهضره ديالهم وعطى لذاك البائع الفلوس ديالو باش يمشي فحالو. ولكن داك البائع نسى السوارت ديالو تما، وملي خرج من البيت أولغا حلات داك الصندوق خرجوا من الصندوق شي دفرين كانوا كحل وكانوا كيخلعوا. ولكن أولغا ملي شافت داك الشيء كاع ما تخلعات، بالعكس فرحات بزاف. وفي ديك اللحظه رجع داك البائع باش يدي السوارت ديالو اللي نساهم، وفي ديك اللحظه هجم عليه داك البهلوان وقتلو وجر الجثه ديالو للصندوق لداخل. وداك العداد ديال الصندوق تكتب فيه رقم 1. والغد ليه وصلت ايميل للقصر ديال أولغا حيت كتقلب على خدمه. وملي تلاقات مع إدغار عاود ليها على الحاله ديال ماماه والمرض اللي عندها، وقال لها المهمه ديالها في هذا القصر هي الميناج، وعطاها واحد الورقه اللي فيها ديك القواعد ديال الدار. وملي قراتهم وسينات في ديك الورقه وهي كتعجب من ديك القواعد، من بعد طلع إدغار باش يطلع على ماماه وتخلع بزاف من اللي لقى الدم على الارض. وسول ماماه شنو هو هاد الدم هذا اللي كتير، وقالت ليه بلي هذاك الدم ديال داك البائع. وعاودت ليه بلي واحد الشيطان خرج ليها من داك الصندوق وعرض عليها باش يشفيها من داك المرض ديالها، في المقابل تعاونوا باش يقتل 6 ديال الناس. وطلبت من ولدها باش يعاونها باش تبرى من داك المرض، وقالت ليه ما تخلي حتى شي واحد من دوك الخدامه ديال القصر يمشيو بحالهم، وبالعكس خصك تجيب ناس اخرين لهنايا باش نقدروا نكملوا داك العدد ديال القتلى ونبرى نهائيا من هذا المرض. ووافق إدغار باش يعاونها. وفي هذا الوقت كانت ايمي كترتب الحوايج في البيت ديالها، وصيفط لها صاحبها واحد الميساج وبغات تهضر معاه، ولكن ما لقاتش الريزو تما. وبقات كتمشى في داك القصر باش تلقى الريزو. واحد شويه هي طيح واحد الفاز بالغلط ومشات عند فرانك اللي هو الطباخ ديال القصر اللي كان جالس مع جينيت اللي كدير حتى هي الميناج، وقالت لهم بلي هي هرست واحد الفاز وما شافتوش. وقالت ليها جينيت بلا ما تخافي انا غنقول لإدغار بلي انا اللي ريحته حيت انا خدامه شحال هذه هنايا وما يقدرش يجري عليا. وشكرتهم ايمي بزاف على هذا الموقف. وفي هذا الوقت إدغار خرج داك الصندوق من الدار وداه لواحد البيت اللي كانت في الجرده. من بعد مشى فرانك وجينيت يجلسوا شويه في ديك الجرده، وقالت ليه جينيت خصني ندخل دابا للقصر ندير الشغل ديالي. وخلات فرانك بوحده تما. واحد شويه هو يسمع داك الصوت اللي جا من داك الصندوق، وملي دخل تما باش يشوف داك الصوت منين خرج سد عليه إدغار الباب وخلاه تما محبوس. من بعد خرج داك البهلوان من داك الصندوق وقتلو وجر الجثه ديالو لداخل الصندوق. من بعد تحول داك العداد لرقم 2، وكان إدغار كيتفرج في هذا الشيء كامل وبقى فيه الحال بزاف، وبقى كيشرب وهو كيقول راسو ما غنعاودش ندير بحال هذا الشيء. وطلع باش يقول لماما بلي هو ما غيكملش في هذا الشيء، وتفاجئ بزاف ملي لقاها واقفه على رجليها وقدرت تمشى في ديك البيت. وقال لها هذه معجزه كبيره، وقالت ليه بلي الشيطان قتل المره الثانيه. هذا الشيء علاش القوه ديالو تزادت، وفين ما كتزاد القوه ديالو حتى ديالي كتزاد. وهذا الشيء علاش قرر يتراجع للقرار ديالو ويعاونها. من بعد مشى إدغار عند صاحبته ستيسي باش يهضر معاها شويه، ولكن هي غوتت عليه وباللي ما بقاتش كتشوفه وهو مقابل غير ماماه نهار كامل. ولكن إدغار تعصب منها وقال لها بلي ماماه ضحات بكل شيء على قبله هو، وهذا الشيء علاش ما يقدرش يخليها. وملي ناضت مشى إدغار قلب لها في التليفون ولقاها بلي هي كتخونو. من بعد خرج من تما وشاف حاله. من بعد إدغار كتب واحد الرساله لجينيت ودار لها السينياتور ديال فرانك بلي هو اللي كتبها. وملي سالت داه النعاس. والغد ليه ملي فاقت ايمي لقات فرانك تعطل بزاف وكاع ما كاين في الكوزينه، ومشات للبيت ديالو باش تدق عليه. وقال لها إدغار بلي فرانك استقل من الخدمه ديالو وما بقاش خدام هنا وشاف حاله. ومشات ايمي كملت التنظيف وقالت لها جينيت بلي خلى لها فرانك واحد الرساله اللي كانت ديال الوداع، واخا كانوا متفقين الا مشاو من هنا يمشيو بجوج بهم ما يتفرقوش، ولكن هو غدر بها ومشى بحاله وخلاها بوحدها وبقات كتبكي وبقى فيها الحال. من بعد مشات بحالها. واحد شويه كنشوفوا إدغار اللي وجد الفطور لماماه وطلعوا ليها، وقالت ليه ماماه ملي غيقتلوا 6 ديال الناس وتبرا غيسافروا من هنايا وغيبداو حياه جديده في بلاصه اخرى. وسولها ولدها كيفاش عرفت الطريقه ديال هذا الصندوق، وقالت ليه بلي قدرت تلقى المذكرات ديال هذاك اللي صوب داك الصندوق، وكان داك الشخص كيدرس بزاف على الشياطين وكيقرا عليهم، وخسر عاد الصندوق باش يحبس تما اقوى شيطان
واللي كان قبل منه سميتو جاكي. هاد الشي علاش الشخص اللي كيحقق دوك الرغبات ديال الشيطان ويطلق سراحه حتى الشيطان كيحقق ليه اي امنيه تمناها. وسولها علاش الشيطان باغي يقتل الناس، وقالت ليه حيت الشيطان كيستمد القوه ديالو من دوك الناس اللي كيقتل، وهكا كيقدر يكمل السيطره ديالو على المضيف البشري اللي سميتو دادي. وهذا البهلوان كان عاش في العصر الفيكتوري، وملي عرف بلي الشيطان غيملك ليه العقل ديالو قرر دادي باش يخليه في الصندوق تما محبوس ويسد عليه. ولكن هذاك اللي صنع داك الصندوق خانو وطلب واحد الامنيه من الشيطان وجاب ليه السد الناس وقتلهم. وهذا الشيء علاش ولا الشيطان مسيطر على دادي، وباش يبقى ديما قوي خصو ديما يقتل. وتصدم إدغار من ديك الهضره ديال ماماه. وفي هذا الوقت ستيسي وصلت للقصر وقالت ليه ماماه باش الامنيه ديالها تحقق خصو يضحي شويه. من بعد فتح ليها الباب ودخلت، وملي دخلت للقصر كانت كتقلب على إدغار، ولكن هو جا من موراها وبنجها باش تدوخ حتى فقدت الوعي. وملي فاقت لقات راسها مربوطه. من بعد مشى إدغار جاب داك الصندوق وحطو حداها في ديك البلاصه، وقال ليها بلي هو عارف بلي هي كتخونو. وقال ليها ملي مرضات الوالده كنتي فرحانه بزاف وكتسنايها باش تموت. وقال ليها بلي ماماه ديما غتوقف في الجنب ديالو، وخلاها مع داك الصندوق وخرج بحالو. واحد شويه هو يبان لنا داك البهلوان اللي خرج من داك الصندوق ومشى نيشان لستيسي باش ياكلها وقتلها. وفي هذا الوقت كانت جيني وايمي جالسين مع بعضياتهم كيهضروا، وايمي سولات جيني على إدغار وعلى العلاقات ديالو، وعاودت ليها جيني بلي هو كانت عنده بزاف ديال العلاقات مع البنات، ولكن ماما ما كتخليهش ديما كتدخل باش ما يكملش دوك العلاقات. وقالت ليها بلي إدغار ملي كيكون سكران تيعاود ليها على كل شيء وكيفضح كاع الاسرار ديالو. واحد النهار كان سكران عاود ليها بلي بابا كان كيضرب ديما ماماه، وبلي هو ما قدرش يستحمل ماما كتعذب ومشى واحد النهار قتل باباه. وديك الساعه يلاه كانت عنده 12 عام. وديك الساعه قررت أولغا باش تحمي ولدها ولفقت التهمه لعم إدغار. ملي سالات بقات كتهضر على إدغار خايب، وهو كان كيسمع كل شيء وكان بزاف معصب منها. من بعد مشى رجع عند ستيسي باش يشوفها، وملي قرب منها لقاها باقا حيه ولكن بلا عينين، وخاف منها وهرب دغيا. حينت داك البهلوان خرج من الصندوق وجر الجثه ديال ستيسي باش يدخلها لتما. وفي ديك اللحظه تغير داك العداد لرقم 3 ورجع إدغار البيت ديالو وخدا منه واحد الدواء، ومشى عند ايميل اللي كانت كدير الخدمه ديالها وحط لها واحد الفانيده في داك الكاس ديالها بلا ما تشوفو. وفي العشيه ملي بغات ايمي تنعس جاتها واحد الميساج من صاحبها اللي قال لها رجعي للدار. وملي بغات تجاوبو ما لقاتش الريزو، وملي شافت قدامها بان ليها داك البهلوان وتخلعت منه بزاف وهربت. وكانت كتغوت بالجهد وتلاقات مع جينيت في دروج وهدناتها شويه. والغد ليه في الصباح مشى إدغار وجد الفطور وداه لايمي البيت ديالها، وطلبت منه ايمي باش تمشي من هاد القصر حيت بغات ترجع بحالها، ولكن هو ما خلاهاش وقال لها بلي هو غيعاونها وجاب ليها واحد الطبيب باش يشوفها. وملي دوز ليها داك الطبيب قال لها بلي الادويه هي اللي درت لها هاد الهلوسه. ولكن ايمي تعصبات على داك الطبيب وقالت لها انا متاكده من داكشي اللي شفت وماشي كان خربق. وكان داك الطبيب غير عطيها شي دواء، ولكن في الاخر تراجع وقال لها داك الطبيب بلي خصها واحد السيمانه د الراحه باش تبرى. ملي خرج الطبيب من تما تعصب عليه إدغار وقال لي علاش ما عطيتيش داك الدواء ديال الهلوسه، وقال ليه انا ما غنعطيه حتى شي حاجه انا اللي عارف، وخلاه مشى بحالو. وملي وصل لحدا الباب الكبير لقاه مسدود وما بغاش إدغار يفتح ليه الباب. من بعد داك الطبيب رجع وكان معصب بزاف، وملي كان غادي سمع واحد الصوت اللي كان غريب وبغى يتاكد شنو كاين تما، وبان ليه داك البيت اللي فيه داك الصندوق وكان كيشوف فيه. وجا إدغار من اللور ودفعو ودخلوا لديك البيت وسد عليه الباب. وخرج داك البهلوان من الصندوق بحال ديما وقتلو وجر الجثه ديالو للصندوق لداخل. وهكا داك العداد تبدل لرقم 4. وملي طلع إدغار لعند ماماه تفاجأ ملي لقاها كتمشى مزيان، وقال لها بلي الطوموبيله ديال الطبيب راه غبرها، وقال لها بلي غيحاول يفضي كلشي في هاد الليله. ومشات جينا عند ايمي وسولات على داك الدواء اللي عطاها الطبيب، وقالت لها بلي شافت إدغار كان كيتفق مع الطبيب وعطاه بزاف ديال الفلوس باش يعطيها واحد النوع ديال الدواء. وقالت لها ايمي بلي حاسه بلي شي حاجه ماشي هي هذيك كتوقع في هاد الدار. وقالت لها بلي اكتشفت بلي إدغار خدات السوارت ديال الباب باش حتى واحد ما يخرج من هاد القصر، واتفقوا بجوج بيهم باش يقلبوا على السوارت ويهربوا من هاد البلاصه. ومشات جيني البيت ديال إدغار باش تتقلب على السوارت، ولكن هي ما لقاتهمش. واحد شويه هو يدخل إدغار للبيت ولكن ما شافهاش وتخبات منه. من بعد مشات لاكاف باش تقلب عليهم ولقات الصندوق تما اللي كان محل. وملي دارت لقات داك البهلوان موراها وهجم عليها. وفي هذا الوقت كانت ايمي كتجمع حوايجها، وملي شافت حدا الكوافوز لقات واحد الكارت فيزيت ديال داك الطبيب خلاها تما، واللي كان مكتوب عليها ما تثقيش في إدغار وحاولي تهربي من تما دغيا. وكانت جيني باقي ما ماتت وكتحاول تهرب من تما، وطلبت من إدغار باش يعاونها ولكن هو بقى كيضحك عليها. واحد شويه هو يجي داك البهلوان وجرها لداخل ديال الصندوق،
وهكا تبدل داك العدال لرقم 5. وسمعات ايمي صاحبتها جيني ملي كانت كتغوت، وخدات معاها واحد الموس وهبطات لتحت، ولقات تما الليد ديال جيني اللي كانت مليوحه في الارض حدا الصندوق، وخافت بزاف وخرجت كتجري. وفي هذا الوقت كان ايتغار كيقلب عليها وطلع لبيتها باش يشوفها واش كاينه تما. وفي ديك الساعه طلعت ايمي موراه وسدات عليه الباب، من بعد مشات كتقلب على السوارت حتى لقاتهم، ولكن تفاجأت كاع اللي كانت موراها وضربتها بالموس وقالت لها ما غاديش نقتلك حيت داك الشيطان هو اللي خصو يقتلك. وفي هذا الوقت داك الصندوق تفتح وخرج منه داك البهلوان، وايتغار كيحاول يخرج من داك البيت وكيضرب داك الباب بالجهد. وملي سمعت اولغا داك الباب اللي كيتهز بالجهد تلفات، واستغلت ايمي الفرصه وضربتها بالموس، وبقات كضربها شحال من مره حتى ماتت. وملي سمع ايتغار الصوت ديال ماماه بقى كيغوت وكيبكي وهو كيهرس في داك الباب. وايمي بغات تهرب من ديك البلاصه، ولكن شافت داك البهلوان اللي كيتسناها وبقى كيجري موراها، ولكن هي قدرت تهرب منه وقدرت تحل داك الباب بالسارود اللي عندها باش نخرج من داك القصر المشؤوم. وفي هذه اللحظه ايتغار قدر يهرس داك الباب ومشى كيجري عند ماماه، وملي شافها بقى مصدوم. وفي نفس الوقت داك البهلوان قدر يشد ايمي، ولكن هي خرجت داك الموس اللي كان عندها وضربته به. وفي اخر لحظه هربت ولقات واحد الطوموبيل جايه في الطريق وهبط منها واحد الراجل وقدر يعاونها. وفي هذا الوقت ايتغار قال لماماه باللي هو ما غيتخلاش عليها وغيوفي بالوعد ديالو وغيخليها تعيش، وغيخلي داك البهلوان يكمل رقم 6 به هو. وهكا ضحى براسو وداك البهلوان قتلو والعداد تبدل ولا رقم 6. وهكا رجعت اولغا للحياة مرة أخرى، ولكن فقدت ولدها وتعدات على بزاف ديال الناس وقتلاتهم باش تعيش هي. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناة باش تدعموني وفي نفس الوقت يوصلكم كل جديد، وشكرا.